بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم بنات. اليوم ان شاء الله جيت نخيط معكم هذه القبائلية. بعمر 7 سنين 8 سنين حتى ل9 سنين كتكون الطفلة قليلة تلبسها. هنا البنات شريت القماش هذاك الأخضر، شريت 2 متر، وهذيك الفوطة تنباع كيما هكا 35 ألف. أما الكالون شريت بالبوبينة، أنا دايما نشري بالبوبينة. اللي ماهاش مشتركة في قناة البنات تشترك باه يوصلك كل جديد. ان شاء الله في الايام القادمة نبدو مشاريع رمضان. نروحوا للفصالة تاع هاد البدعية. هنا البنات العرض تاع القماش تاعنا فيه 90 سنتيمتر، العرض قليل بزاف. انايا تنيته على 2 كيما هاك. 2 متر هذيك خليتها على طول، يعني ولا لي فيها مترة. وهنايا قطعت هاد القطعة فيها 25 سنتيمتر، هذه غادي نخدم بها ليمونج ونخدم بها الحزامة. شوف قماش راه على 2 يولي فيه متر في الطول كيما هكا. نطوه على 4. نجو هنايا البنات ندو 15 سنتيمتر عرض الكتفين، وانتي دي عرض الكتفين تاع الطفلة اللي كيبغي تخيطي لها. انا ديت العرض تاع بنتي، هنايا ديت 6 سنتيمتر، دخلت ب6 وهوت ب5. هادي تاع الظهر. هنايا حردت الابط هوت ب17 سنتي، ودخلت هنايا ب20 سنتيمتر، وزيدت لها 2 سنتيمتر تاع 2 سنتيمتر تاع الخياطة كيما هكا. البنات راها ساهلة. هذه هي حدة الابط، ونهودو حتى للاسفل. قلت لكم دخلت ب20، زيدت 2 سنتيمتر تاع الخياطة، وهنا من الامام ندخلو ب1 سنتيمتر. من الامام هودت ب10 سنتيمتر، ب10، وتدخلي ب6 سنتيمتر، وتهودي كيما راه موضح في الصورة بالمسطرة حتى للاسفل. المقصود البدعية تاعنا البنات راها ساهلة، اي مبتدئة تقدر تخيطها. كما تعرفوا هنايا طلبوا منهم في المدرسة لباس تقليدي، انا بنتي كلشي صغار عليها، قلت نخيطها ونشاركها معاكم. تبغوا تخيطوها لبناتكم ولا ديروها كمشروع. هنا البنات ما فصلتش ما مقصتش الامام والخلف. هنايا حتى نركب لافيزلي. هنا ركبت لافيزلين، حددته الجهه اللي تلمع ديروها من الاسفل وتحدوا، هذيك هي الجهه تاع لاكول. هنا دخلت ب6 هوت ب5، وهنا في الكتف تهودوا ب1.5. هذه هي الفصال. نروح نفصلوا الامام تاعنا. الامام تاعنا تاني قلت لكم دخلت ب6 وهوت ب10. هنايا تدخلي ب6 وتهودي ب10 سنتيمتر. في الكتفين 1.5. ساهله يا البنات ساهله. انا نفضل تخيطيها خير ملي تكريها لها كل عام. خيطي لبنتك وحده وكبري لها شويه باه تقعد لها. وما ناش لبسوهم غير في الناير، رانا نلبسوهم تاني في الاعراس. هذا اللي لباس تقليدي يلبسوه تاني في الاعراس، ماشي شرط غير في الناير تلبسه. هذه هي الفصاله تاعنا. دوك نوريكم الفصاله تاع لي مونش. الفصاله تاع لي مونش ساهله. هنايا قيسي حردة الابط كما راكي تشوفي، وهذيك القطعه اللي قلت لكم الاولى اللي قلعناها تاع 25 سنتيمتر قطعت منها قطعه آه كيما هكا. تحطي حدة الابط، تقيسي حدة الابط وتحطيها كيما هكا. ديري خط مستقيم وتعيني المنتصف، نطلعه ب1 سنتيمتر
كيما هكا، ونعاودو بواحد سنتيمتر. سهلتها على المبتدئات. هنايا دخلت ب15 سنتيمتر. هذا هو الموش تاعنا بكل سهولة. علاش قلت لكم اي وحده تقدر تخيطها، ماشي حاجه واعره. هادو هما لي موش تاعنا. دوك تاني هما نحدد لهم لا فيزلين، نركب لهم لا فيزلين. عاد باش نركب هذاك الكالو، وهذاك الكالو البنات لازم لا فيزلين لازم. هنا البنات مقصت شريط باه ندير تبطين من الامام والخلف. هذا هو، راني ديجا خدمتها معكم شحال من مره، ما بغيتش نزيد نصورها باش ما يديليش الوقت. هنا البنات نخيطو غير جهه كيما هكا، خيط جهه وسير جيتها، وجهه نخلوها مفتوحه كيما هكا حتى نكملو كاع. عاد كيما نبلعوها. شوفوا هذا هو. اللي مازال ما دارت لايك تروح دير لايك فضلا وليس امرا. البنات دوك نوريكم واحد الخيط شفاف. هذا تخدموا به روعه في خدمته. الخيط ما يقعدش يتقطع لكم. اللي عندها مشكل تقطع الخيط في الخياطات القبائليه تخيط بهذا الخيط، صدقوني ما يقعدش يتقطع لكم. هذه هي البنات، شوفوا درت عليها كاع كيما هكا، كاع لي كالون ندور عليهم بنفس الطريقه. هنا البنات هاد الكالون فيه كل خياطه دخليه تحت الكالون الاول. تاني هاد الكالون حطيته فوقه باش هذيك الخياطه تدرك. حاجه سهله وما تقيديش بالتزيين تاعي، تزيني باي كالون عندك. ديجا الكالون قبائلي راه انواع والوان، راه ما شاء الله كل شيء راه متوفر. انا درت 4 هنايا. هذا هو الاخير، هاد الهدبه درتها في الاخر. شوفوا هذا هو الصدر تاعي، شوفوا خرج روعه ولا فينيسيون طوب. هذه هي درت 4 اسطر. هنا البنات لي موش بنفس الطريقه. انا هنا درت الكفه على الوجه تاع القماش، ونركب الكالون عادي كيما ركبنا في الصدر نركبو لي موش. شوفوا هاد الموش ديجا خدمته، راني في الموش الثاني. بديت هنايا بالهدبه هذه. هنا البنات قاعده نخيط فوق هذوك الخيوط، خفت لي يقعدوا يطيروا لها، خيطت فوق. اللي وصلت حتى لدرك وماهاش مشتركه في القناه تشترك باه يوصلك كل جديد ان شاء الله. عدنا في الايام القادمه نبدو مشاريع رمضان باذن الله. ان شاء الله ربي دخل علينا بالصحه والهنا. ما باقيش بزاف، رانا في رجب وشعبان. هذا هو الوقت تاع المشاريع. هنا شوفوا البنات هذا من الاسفل. هاي خدمت وحده، درت هنايا 6 اسطر. وانتي لك الاختيار كيما بغيتي ديري. انا وريتك الموديل تاعي وانتي بغيتي تبعيه. بغيتي ديري الموديل تاعك لك الاختيار. قلت لكم انا هنا هاهما هادو تاني لي موش ركبتهم وسيرجيتهم. البنات لازم السيرجي في هاد القماش. هاد القماش كيما نقولوا ماشي مليح. كون ما تديريش السيرجي، الا ما عندكش سيرجي ديري كفه صغيره، خيطي عاودي ديري كفه صغيره. هنا البنات هذا الحزام ديت قطعه فيها 10 على 40 قطعه من اللافيزلين، حطيتها فوق القماش، حددتها وخيطتها على الوجه كيما هكا باه نحط فوقها هاد الكالو يدرك هاد الخياطه كاع. هنا ركبت الحزام مع نقعد نخيط فوقه الكالو غادي يزيد يتزاير كيما هكا.
حطيت هذا في الوسط، كلشي راه واضح، كلشي راه مفهوم. حطيت هذا في الوسط ودرت عليه بلي غالون، شوفوا كيما هكا. البنات كي تبغوا تخدموا كيما هكا شرو بالبوبينه هاد لي غالون، ما تشروش بالمتر. حتى لي بري راهم زعما لي بري معقوله، ماشي حاجه غاليه. شوفوا هنا البنات قلت لكم حطيتها فوق الخياطه، هاي نحط الجهه الثانيه، نعاود ندور عليها بهذيك الهدبه هذه، ندور عليها كاع على الحزام. شوفوا كي خرجت طوب. هذا هو الحزام تاعي، شوفوا كي خرج روعه، خرج طوب. شوفوا الخدمه من الوراء حاجه نقيه وحاجه متينه وسوليد. هذه هي القبائليه تاعنا، شوفوا خرجت روعه. البنات هذيك الفوطه غادي نحطها لكم في فيديو وحدها، خاطش هنايا ما قدنيش الفيديو جاني طويل بزاف، خليتها في فيديو وحدها نشرح لكم كي درت لها، كي درت خيطتها. وحاجه سهله ماشي حاجه واعره، حاجه سهله، وهذه تقدري تخيطيها في نهار. شوفوا البنات خرجت طوب، زدتها هذيك لابوينت، زادت طبعتها. ما شاء الله لا فينيسيون الخدمه، تبعي الخطوات اللي درتها تتحصلي على نفس النتيجه. شوفوا البنات والله لا روعه. بنتي كي لبستها في المدرسه والله لا جاتني عليها لا كوموند بزاف. هاد البدعيه القبائليه، وكما قلت لكم ماشي شرط غير في الناير، تخدميها يلبسوها في اي مناسبه. شوفوا هذه هي لابوينت كي خرجت، ما شاء الله روعه. خلوا لي رايكم في لي كومونتير، قولوا لي كي جاتكم. ما شاء الله روعه. شوفوا البنات هنايا الفوطه درت لها ليستيك، درت لها هاد العفسه تاع ليستيك وغلقتها لها من القدام باه ما تقعدش كون نديروا لها الحزام تقعد تتحللها. انا درت لها هاد العفسه تاع ليستيك بلحتها لها من الامام. كي تحطي فوقها الحزام ما يبانش، شوف كي تحطي الحزام كيما هكا ما يبانش لاستيك، باه ما تقعدش تهود لها ولا تنحللها ولا. المهم هذه هي القبائليه تاعنا تاع نهار اليوم. الى هنا ناتي الى نهايه الفيديو. دمتم في رعايه الله وحفظه. الى اللقاء الى فيديو لاحق ان شاء الله، مع السلامه.